أيوه، في ذكاء اصطناعي دلوقتي بيسمعك، بيسمع إشارات دماغك وبيحوّلها لجُمل، قادر يقرا أفكارك بالضبط وأنت بتفكّر فيها. علماء في جامعة تكساس استخدموا الfMRI بتاع المُخ على إنه يكتب إن هم إزاي يستخدموا الfMRI بتاع المُخ إن هو يقدر يطلع قدّامك على نص مكتوب، يعني لو فكّرت في كوباية شاي يقدر يرسمها قدّامك شكل كوباية، فبالتالي يقدر يقرا أفكارك على شكل الإشارات بتاعته. يعني لا خصوصية بقى واتساب ولا خصوصية encryption end to end، الموضوع بقى دايركت على الدماغ، يعني ما فيش أكتر من كده. ده حتى الروبوت كلود 3.5 بقى دلوقتي بيحلم، روبوت حقيقي موجود دلوقتي، مش باكلمك على حاجة من المستقبل، بيحلم وبيكتب أحلامه. فدلوقتي لمّا تفكّر، فكّر بصوت واطي أو حاول لو الفكرة مش مناسبة بالنسبة لك، حاول تغيّر الفكرة. أكيد مش محتاج أقول لك لو شُفت إعلان بحاجة بتفكّر فيها ما تستغربش، دماغك بقت شريحة بيانات وده واقع عايشينه مش حاجة من المستقبل. وفي النهاية أحب أقول لك لو محتاج تسمع كل الupdates والأخبار كل ما يخُص الذكاء الاصطناعي والأخبار اللي من النوع دوّة، تابعني. وإيه كمان